منهم موجود على مستوى المراكز الستة السبعة الأولى حاليا في بطولة الدوري. كرة من كوندي يحاول من خلالها إبعاد اللقطة، والمحاولة الماضية أبعدت الكرة في التوقيت المناسب، وبرشلونة خسر. من الأسماء اللي موجودة في تشكيلة برشلونة لم يسجل. كرة بمحاولة مرور، تقدم داخل منطقة الجزاء، ساندرو يسدد، ساندرو راميريز، لكن حارس المرمى تشيزني من جديد في التوقيت المناسب يتصدى للكرات الماضية لمصلحة لاس بالماس. ملعوبة داخل منطقة الجزاء مستمرة خطيرة جدا، طيور الكناري تبحث عن أن تكون هي صاحبة التغريدة الأولى. يلعب الكرة، عادت من جديد لهداف فريق لاس بالماس من لوبيز. غارسيا مرة أخرى إلى لوبيز، عرضية داخل منطقة الجزاء مرت بالنسبة للبارسا كان ممكن أن يتفادى من خلالها الكثير من التعثرات وبالتالي بالسقوط. نعم، تأتي المتعة والإثارة دائما وأبدا. كرة بمحاولة، رافينيا الآن يلعبها، اصطدمت، تحول تيكو قبل بداية هذا اللقاء. كرة بمحاولة الآن، أليخاندرو بايقة من الجهة اليمنى عن طريق يامال. لامين الآن أمامية ملعوبة، طالت على الجميع، وصلت سهلة عند حارس. محاولة لا زالت مستمرة وقائمة، وصلت إلى لامين يامال. الكرة داخل منطقة الجزاء والإبعاد تصل إلى مليورو يسدد، وكرة بجوار القائم إلى خارج أرضية الميدان. هذا ألبرتو مولييرو صاحب 21 سنة، لاعب. وصلت إلى فيرمين لوبيز، تغيير لاتجاه اللعب، تصل عن طريق بالدي، صنع 3 أهداف في بطولة الدوري هذا الموسم. كرة بمحاولة الآن، وبعيد هذا التدخل من أليكس مونييز على لامين، وقرار حكم المباراة أدريان كورديرو يعلن من أقرب لتنفيذ الكرة، لا يتركها إلى رافينيا، يسدد إلى رافينيا، يبحث عن من أمامية، حلوة التمريرة، لكن منطقة محاولة أبعدت، تحولت في الجانب المقابل، البحث عن الكرة المرتدة، عادت من جديد، وصلت إلى من، تسديدة تأتي، لكن كرة لامين يامال إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى خطيرة. محاولة برشلونة وكرة والسيطرة على مجريات أحداث هذه المواجهة، والتحكم والمرور والكرة والانطلاق. محاولة كاسادو يصل للمحاولة من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة، تغطية وإبعاد حلوة منه إلى لامين يامال، استلام يأتي من يامال، محاولة مرور وتقدم. ماضية في بطولة الدوري لم يعاني البارسا كثيرا قبل ذلك، لا مع اشبيليا ولا مع. يتقدم بيدري، يلعب الكرة إلى فيرمين أمامية داخل منطقة الجزاء، وكرة عن طريق اللاعب رافينيا، لكن إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى تعود عن طريق باتشيتيتش، لاعب صغير دفاعية، وكرة تصل في الجانب الآخر عن طريق لامين يامال، عرضية مثالية حلوة. الكرة لواحد من أكثر اللاعبين مهارة على مستوى كرة القدم في الفترة الحالية، واحد أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار بكل تأكيد. لامين يامال يحتاج لاعبو فريق لاس بالماس على قرار هي الأقرب يا رافينيا، هي الأقرب، لا نعم لا نعم لا لا لا. كرة إلى لامين يامال، أمامية من يامال داخل منطقة الجزاء، وطالب بركلة جزاء رافينيا. هنا يحتج على قرار حكم المباراة، الحكم أدريان كورديرو، أدار 4 مباريات لبرشلونة كورديرو منذ أن بدأ، لكن إلى متى؟ الدقيقة 8 في الشوط الثاني. كرة عن طريق لامين يامال يسدد، صدمت كرة في داني أولمو، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. كرة تصل إلى ركلة مرمى هنا من أجل خروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم. أمامية تشيزني يتدخل من أمام ساندرو،
لكن بعد ذلك ياتي القرار بوجود التسلل على ساندرو راميريز. هذه اللقطه النهائي والدور ربع النهائي اذا ما تاهل على مستوى دوري ابطال اوروبا. بيدري الان يصل الى روبير ليفاندوفسكي يبحث عن مسانده، يلعب المحاوله بعد ذلك لا الى لامين يامال. المرور عنده زي السلام عليكم، راسيه تاتي ولكن الى خارج ارضيه الملعب. المراوغه عند لامين، وايضا في دوري ابطال اوروبا كره بمحاوله ملعوبه. داني اولمو الله 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 الله. نعم، عندما تستعصي الحلول ياتي داني اولمو يسجل ويتقدم ويفك الشفرة. أخيرا ينجح هانس فليك في رهانه على داني اولمو الذي يسجل 6 أهدافه في بطولة الدوري هذا الموسم. اولمو يضع البارسا في المقدمة، يضع الماس رأي آخر فيما تبقى من أحداث كرة بمحاولة ملعوبة، تسديدة، إبعاد، مطالبة، ركلة جزاء وبطاقة صفراء على أليكس سواريز. سيغيب قائد الفريق في المواجهة في لمسة يد على إيريك غارسيا. تسلل لمصلحة فريق برشلونة خطيرة جدا، انهاها خلصها بالبدلاء الألماني هانس فليك ينجح في حسم الأمور. خلصها توريس، انهاها توريس. صدارة بس لمصلحة البارسا، يسجل الثاني ويعود